ايه الاعراض الفيزيائيه لارتفاع هرمونات التوتر؟ يعني ازاي تبقى عارف ان خلاص هرمونات التوتر عندك عاليه، كورتيزول بالذات. يعني انت صاحي من النوم عارف لو متيبس كده، انت ما عملتش اي مجهود امبارح ونايم عادي يعني، بس مش قادر، رقبتك كده عمال مش مرتاح كده، هدومك كده بدات تضيق عليكي وبالذات من عند البطن، شعرك بيقع او الشعريه ذات نفسها بدات تبقى ثن كده، تبقى رفيعه اكتر، ده مش شعرك، تحسي ان هو ده مش شعرك كده. طبعا الكريفنج بتاع السكر بقى عالي جدا، انت دايما عايزه تاكلي سكريات، انت بقيت مش عارف تنام كويس ودايما بتوفر ثينك في اي حاجه، انت دايما عمال بتفكر حتى لو هي حاجات عبيطه وحاجات تافهه، بس عماله بياخد منك وقت وضربات قلبك بتزيد فيها. ده اي تويتش، ان عينك بيبدا تحس ان هي فيها رفه كده بسيطه، مشاكل في الهضم، انت دايما مش مرتاح، بتحس وجع في معدتك حتى لو انت مش اي حاجه، وجع بيخليك محني كده. دي الاعراض الفيزيائيه لارتفاع هرمونات التوتر اللي لما بتحصل انت لازم تتصرف ولازم تحلها. هعمل فيديو بيتكلم على الموضوع ده لانه موضوع كبير، هعمل كذا فيديو، سلسله فيديوهات بتتكلم على ده، بس قول لي انت عندك كام عرض من دول لو عايز تطمن وتشوف الموضوع واصل يعني لحاجه صعبه ولا لا. انت ممكن تعمل تحليل للكورتيزول 8 الصبح و8 بالليل، ده لازم يبقى في نفس المواعيد، وتعمل تحليل لهرمونات الغده الكظريه.